الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihidrikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Senin 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan 24 Sya'ban 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ahmad Fitriyadi SPDI dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Adalan Mafur MH Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ubaidi lalu Aidisin Ki MSI dengan pembahasan kitab tafsir Al-Ahkam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk dapat meneruskan safnya serta mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama yang sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Majelis Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami salah. Min salati rahimakumullah. A'udzu bika أعوذ بك ربي أن يحضر صلي فرض المغرب ثلاث ركعات مستوى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم
أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. تحية وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار،
اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل آل وفي كل آل وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا
كافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بنبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بالسر بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن الكريم ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين يا الله من يا مجيب السائلين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة أن ترزقنا صحة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن ادفع عنا البلاء يا رحيم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama al amilin masyayikhina fid din wa likulli waliyyin waliyah min masyariqil ardi ila magharibiha wal musannifin al mukhlisin khususan musannif hadzal kitab Syekh Ali As-Sabuni wa usulihi wa furu'ihi wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa ulama'ina wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina jaddatina sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala Allahumma wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Yang senantiasa kita muliakan para alim, para ulama, para asatidz yang selalu kita harapkan barokah dan doanya. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para hadirin yang kami muliakan dan insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Marilah tidak bosan-bosannya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat nikmat Allah, berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa tetap menjalankan aktivitas kita, khususnya menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya beliau yang kelak akan mendapatkan jaminan syafaat pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, tidak terasa sebentar lagi kita akan menyongsong hadirnya bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah berada di minggu-minggu akhir bulan Sya'ban dan kemungkinan minggu depan kalau tidak hari Senin atau Selasa itu sudah masuk bulan suci Ramadan. Tinggal kita menunggu keputusan dari pemerintah kita, ketetapan dari pemerintah kita tentang tanggal 1 Ramadan. Perlu kami sampaikan bahwasannya penetapan bulan Ramadan itu yang dilakukan oleh pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan menggunakan salah satu metode di dalam penetapan awal bulan, yaitu dengan menggunakan ru'yah. Karena itu yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian
karena melihat bulan. Bulan itu yang disebut dengan hilal. Dan berbukalah, atau istilahnya kalau di akhir Ramadan lebaran. Ya, lebaranlah kamu dengan patokannya juga melihat hilal. Jadi ini landasan di dalam menetapkan awal bulan yang dipakai oleh pemerintah kita, dan itu memang sesuai dengan aturan hukum dan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika di hari Minggu itu tanggal 29 Sya'ban, itu sore hari tim ru'yah yang memang ahli di dalam melihat hilal itu melaksanakan proses ru'yahnya di beberapa tempat, beberapa titik di Indonesia ini. Nah, ketika tanggal 29 Sya'ban itu sudah bisa terlihat hilal itu, ya, dengan batasan kalau perhitungan ilmu falak itu minimal 3 derajat. Yang bisa terlihat itu minimal 3 derajat. Nah, kalau di sore tanggal 29 Sya'ban besok terlihat hilal, berarti maka malam itu sudah masuk malam bulan Ramadan. 1 Ramadan berarti hari Senin kita puasa. Ya. 29 Sya'ban itu hari Minggu. Kalau bisa melihat hilal berarti besoknya sudah Ramadan. Tetapi kalau 29 Sya'ban tidak berhasil dilihat di beberapa titik yang ada di Indonesia itu tidak terlihat hilal atau bulan, maka berarti bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Itu yang disebut dengan istikmal. Istikmal. Nah, jadi Sya'ban digenapkan 30 karena bulan Hijriah itu pilihannya 2 hitungannya. Kalau tidak 29 hari, dia 30 hari. Nah, pilihannya 2. Ya. Beda dengan bulan nasional atau bulan Masehi, ya, ada 30, ada 31, ada 28, kadang 29. Nah, itu. Nah, tapi kalau Hijriah pilihannya 29 atau 30. Kapan 29, kapan 30 itu dengan patokan tadi ru'yah, melihat hilal. Jadi ketika Sya'ban 29 Sya'ban tidak melihat hilal atau bulan, berarti jumlah bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30, baru besoknya masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, itu metode atau cara penetapan bulan. Ya, penetapan awal bulan khususnya bulan Ramadan, dan juga biasanya untuk bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya juga. Tetapi yang rame itu biasanya 1 Ramadan sama 1 Syawal. Itu yang rame beritanya. Tapi sebenarnya tiap bulan itu ada tim hisab dan ru'yah juga yang menentukan itu. Ya. Tapi ya tidak serame ketika menetapkan Ramadan dan Syawal itu. Nah, jadi itulah beberapa metode cara di dalam menetapkan awal bulan. Selanjutnya, ketika nanti sudah ditetapkan kalau besok Ramadan oleh pemerintah kita, maka kewajiban kita sebagai warga negara maka harus taat kepada pemerintah. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga kepada pemimpin kalian. Ya, makanya kewajiban kita, ya kita tinggal menunggu saja. Ya, urusan
penetapan itu kita serahkan kepada pemerintah kita. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan kalau ditinjau dari sisi bahasa, Ramadan itu dari kata ar-romad. Apa itu romad? Ya, ulama mengatakan Ramadan yarmadu itu maknanya syiddatul har, yaitu sangat panas. Jadi kalimat-kalimat atau sebutan-sebutan bulan itu menyesuaikan kondisi bulannya. Memang ketika Ramadan umumnya di tanah Arab itu cuacanya panas Ramadan. Makanya dinamakan romad. Ya, makna dari romad yaitu syiddatul harri, sangat panas. Nah, sehingga memang terbukti ketika bulan Ramadan rata-rata di daerah Arab atau Timur Tengah itu cuacanya panas. Dan juga ada pendapat ulama yang mengatakan panas itu adalah dalam rangka membakar dosa-dosa manusia. Jadi Ramadan itu panas, maknanya juga bisa diartikan panas karena membakar dosa. Wah, ketika orang berpuasa, menahan lapar, haus, menahan dari segala perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan dosa, maka semuanya akan terasa panas, ya, semuanya akan terasa panas. Ya, panas itu yang dimaksud ya merasa susah, ya, kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa sehingga akan membakar semua dosa-dosanya. Nah, itu makna dari Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya dengan dasar ikhlas karena Allah dan karena keimanannya, maka akan diampuni segala dosanya. Ya, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penamaan penyebutan istilah bulan tersebut dengan nama Ramadan sesuai sekali dengan fungsinya Ramadan, yaitu akan melebur dosa-dosa orang yang menjalankan puasa dan beribadah di dalam Ramadan tersebut, ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan dengan puasa dan ibadah, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran. Syahrul Quran. Mengapa dinamakan Syahrul Quran? Karena di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, setelah beberapa ayat setelah perintah puasa, itu disebutkan qala Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran di dalamnya. Ya. Yang mana Al-Quran itu sebagai petunjuk dan penjelas kepada umat manusia atas segala segi kehidupannya, dan Al-Quran sebagai pembeda mana perkara yang hak, mana perkara yang batil. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu terdapat hari di mana dulu diturunkannya Al-Quran. Jadi
Jadi Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Sehingga Ramadan juga disebut Syahrul Quran. Ya. Kemudian di dalam surah yang lain dijelaskan juga, surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami kata Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik, khairun min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Malam yang lebih utama, lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, di sini berarti ada dua penyebutan tentang turunnya Al-Quran. Yang mana yang pertama di surah Al-Baqarah yang menyebutkan bahwasannya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua di surah Al-Qadr yang menyebut bahwasannya Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada juga ya beberapa riwayat hadis dan juga catatan sejarah yang mengatakan Al-Quran itu turun pada malam nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran itu kita kenal bahwasanya nuzul Quran itu Ramadan, yaitu malam 17 Ramadan. Jadi malam ke-17 Ramadan itu nuzulul Quran. Sedangkan Lailatul Qadar turunnya Al-Quran juga, tapi malamnya tidak bisa dipastikan. Ya, malamnya tidak bisa dipastikan, namun umumnya ulama menyebut seringnya Lailatul Qadar itu adalah malam-malam akhir bulan Ramadan. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada sebuah pembahasan. Sebenarnya turunnya Al-Quran itu yang benar nuzulul Quran malam 17 apa Lailatul Qadar? Ya, karena ada dua istilah turunnya Al-Quran, yaitu ketika nuzulul Quran, dan ada lagi dalam Al-Quran disebut malam Lailatul Qadar. Nah, di sini ulama menjelaskan bahwasanya terdapat perbedaan turun Al-Quran ketika Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Jadi yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, menurut ulama tafsir mengatakan kalau yang dimaksud dengan turun Al-Quran di situ adalah turun Al-Quran yang sekaligus dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia. Langit dunia, karena langit itu kan banyak. Ya. Lauhul Mahfud itu adalah di mana Allah mencatat segala ilmunya. Ya, mulai dari zaman azali dulu, zaman sebelum diciptakan segala sesuatu, semua yang terjadi ini, semua ilmu Allah, semua hal-hal yang ada ini sudah dicatat di Lauhil Mahfud, termasuk Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu diturunkan sekaligus ke langit dunia, ya, yang disebut dengan Baitul Izzah, itu sekaligus turunnya. Nah, itulah yang disebut dengan turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah langit dunia. Selanjutnya dari langit dunia atau Baitul Izzah
baru diturunkan secara berangsur-angsur dibawa oleh malaikat Jibril, ya, melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya, yaitu tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan malam nuzulul Quran, yaitu dengan diawali dengan turunnya wahyu surah Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu wahyu pertama, Al-Qur'an pertama yang turun, yang dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, turunnya Al-Qur'an dari langit tadi ke Nabi Muhammad secara berangsur bertahap, ya, menyesuaikan dengan asbabun nuzulnya. Kalau istilah Al-Qur'an itu ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebabnya, karena ini turun ayat ini, karena apa, ancaman orang kafir turun ayat perang, ya, karena kejadian ini turun ayat ini, ya, karena perpindahan kiblat turunlah ayat tentang kiblat. Nah, turunnya itu kepada Nabi secara berangsur-angsur bertahap, menyesuaikan dengan sebab dan kondisinya, yang semuanya selama 21 tahun kurang lebih. Ada yang menyebut 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, itu dari langit turun kepada Rasul, disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, itulah yang disebut dengan nuzulul Quran. Awalnya disebut dengan nuzulul Quran. Jadi Lailatul Qadar itu turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit secara sekaligus keseluruhan, yaitu Lailatul Qadar. Kemudian nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran berangsur-angsur, diawali dengan surah Al-Alaq itu. Nah, itulah tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Tetapi semuanya baik Lailatul Qadar ataupun nuzulul Quran ini berada di dalam bulan suci Ramadan. Berarti bulan suci Ramadan ini benar-benar bulan yang mulia, makanya wajar disebut dengan bulan Syahrul Quran. Oleh karena itu, para hadirin jamaah rahimakumullah, kita ketika bulan Ramadan kita sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak deres, murojaah, mudarosah, belajar Al-Quran. Ya, ulama mentradisikan ketika Ramadan itu minimal berapa kali hatam Al-Quran. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu, ini orang yang luar biasa, wajar memang jadi imam, panutan umat Islam. Imam Syafi'i itu ketika di luar Ramadan itu sehari hatam Quran. Sehari hatam Quran. Imam Syafi'i. Nah, ketika Ramadan datang ditambah, ya, yaitu sehari 2 kali hatam Quran. Jadi siang 1 hatam Quran, malam 1 hatam Quran. Nah, untuk melihat kemampuan manusia apakah mungkin, ya, kalau sudah derajatnya orang-orang soleh, derajatnya kekasih-kekasih Allah, maka mereka ya memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, ya, tidak dimiliki umumnya manusia. Ini catatan riwayat sejarah menyebutkan seperti itu. Jadi Imam Syafi'i itu kalau 2 Ramadan sekali hatam Quran seharinya, tapi kalau di dalam Ramadan ditambah lagi, sehari bisa 2 kali hatam Quran. Nah,
Oleh karena itu ini menjadi eh, anjuran untuk kita, ajakan untuk kita ketika bulan Ramadan perbanyak membaca Al-Qur'an melebihi dari hari-hari yang lainnya. Ya. Biasanya sehari mungkin setengah juz, nah kalau Ramadan mungkin sejuz atau 2 juz ya. Biasanya sebulan hatam, kalau Ramadan ya setengah bulan bisa hatam, atau satu Ramadan bisa 3 atau 4 kali hatam Quran. Karena memang anjurannya ketika bulan Ramadan, nah bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Selain itu juga bulan Ramadan adalah bulan yang ketika beramal pahala akan dilipat gandakan. Ibadah sunnah akan berpahala seperti ibadah wajib. Ibadah wajib akan dilipat gandakan 70, 100 sampai beribu-ribu kali lipat. Ya. Jadi sunnahnya sama kayak wajib. Wajibnya akan dilipat gandakan. Nah itu fadilahnya, keutamaannya bulan Ramadan. Oleh karena itu ketika membaca Al-Quran, maka Allah menilai ya per huruf. Nah satu huruf itu kalau biasanya hari-hari biasa itu dibalas 10 pahala. Karena Al-Quran menyebutkan man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Satu huruf pahalanya 10. Nah kalau Ramadan ya mungkin dilipat ke jadi 70, 100. Ya, berarti bisa satu huruf bisa 1000 pahalanya. Nah itulah salah satu fadilah keutamaan orang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkannya. Tetapi para jamaah rahimakumullah, ulama juga mengatakan sesuatu itu kalau dilipat ganda ke pahalanya, maka juga harus hati-hati. Kejelekan pun dilakukan ketika itu akan dilipat gandakan dosanya. Nah itu. Ya, jadi keburukan ketika Ramadan itu juga jangan dikira enteng. Juga akan dilipat gandakan dosanya. Sama kayak orang berdosa di Masjidil Haram atau di tanah haram. Ketika berbuat baik akan dibalas beribu-ribu pahala. Tetapi berbuat buruk di sana pun akan dibalas berlipat-lipat dosanya. Oleh karena itu satu sisi kita semangat untuk memperbanyak ibadah, tetapi di sisi yang lain kita harus jago. Kita harus jago ya semua anggota kita, semua diri kita dan semua keluarga kita harus jaga dari hal-hal yang buruk, dari perbuatan-perbuatan dosa. Jangan sampai ya kita anggap hanya pahala yang dilipat ganda sedangkan dosa tidak ya, karena ulama mengatakan sesuatu itu baik tempat maupun waktu ketika dilipat gandakan pahala, maka konsekuensinya juga dosa pun akan dilipat gandakan. Karena apa? Karena dia tidak mengagungkan, menghormati dan memuliakan waktu tersebut. Jadi wong yang berdosa, bermaksiat di bulan Ramadan itu ada sisi keburukan apa? Karena dia tidak memuliakan, menghormati ya, menghargai bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا كريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما اللهم بارك لنا في علمنا وفي رزقنا وفي عمرنا وفي كل ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo, Palembang. Hari ini Senin 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan 24 Sya'ban 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ahmad Fitriyah di SPDI dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Adlan Makfur MA Al-Hafidh. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami bawakan kepada para jemaah untuk dapat meneruskan safnya serta mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo, Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis salah. Kama salatu rahimakumullah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika ya صدق فرض العشاء بركة مستولك بهدي الله أكبر دليل كثير وسبحان الله برتواسل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فمسح وما أنا من المشركين سنة نسيت لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق
يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالى
وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بأمره دائما قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل آل وفي كل آل وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود. يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهد
واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. آمين آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل